انا طول عمري في بيتنا ما بعملش غير شاي او بيض مسلوق، وكل ما ماما تقول لي تعالي تعلمي اقول لها بكره لما اتجوز. المهم جه اليوم اللي ماما سافرت فيه عند خالتي وقعدت يومين وسابت البيت امانه في ايدي. قعدت افكر طب وهناكلكم ايه؟ اخويا اللي احنا زهقنا من اكل الشارع ورينا شطار. قلت له خلاص كده انا هضطر نطبخ. دخلت المطبخ وانا حاسه ان في برنامج مستر شيف. فتحت التلاجة لقيت كوسه كتير، قلت يبقى نعمل صينيه كوسه باللحمه المفرومه، دي سهله بقى. بدات اقطع الكوسه بس مشيت غلط وقطعت صباعي، واول 5 دقايق كنت بلف حوالين نفسي وبقول انا مش هنجح في حياتي. بعدين حطيت بلاستر وكملت. جيت احمر البصل ولاني متوتره رميت البصل كله مره واحده. النار عليت والدخان ملي المطبخ. اخويا دخل وقال لي انت طبخه ولا مولعه شماريخ؟ المهم حطيت اللحمه المفرومه والبصل وبعدها الكوسه ونسيت البهارات، فقلت نرمي شويه ملح وفلفل وخلاص. نسيت ان كنت فاتحه النار عاليه. الكوسه اتحرقت من تحت ولما قلبتها لقيت منظرها اسود. اخويا قعد يضحك ويقول لي هو ده طبق ولا فيلم رعب؟ قلت اسكت الطبخه لسه في التجارب السريريه. عشان الحق الموقف افتكرت ان في تونه في الثلاجه، فتحتها لقيت ريحتها مش مظبوطه، رحت قفلت الغطا بسرعه كاني ما شفتش حاجه. اخر حل بقى عملت مكرونه بالصلصه، ودي اللي طلعت اكل بس كانت صلبه كانها خشب على الترابيزه كده. اخويا قاعد ياكل وهو ميت على نفسه من الضحك، ويقول لي انت محتاجه كورس تدريب مش جواز. وانا قلت المره الجايه هعمل فراخ مشويه، ولو ولعت في البيت يبقى ده قدر والله.